اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم امين امين امين. ايه رأيكم في الطبق اللذيذ ده؟ شوية سمك بلطي كده حكاية مع الخضار، مع طبق سلطة بلدي، شوية رز صيادية بني كده على حق. الطبق ده تركي بأمانة، انا غشيته من طبق تركي سمك، بس حبيت ان انا احط التاتش بتاعي فيه. التاتش عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية بهارات، وانتوا عارفين انا دايما بحب احط التاتش بتاعي في اي تتبيلة. عايزة بس اوريكم لون السمكة وشكلها تحفة قد ايه، هي مستوية قوي من جوه ولذيذة قوي، ومش عايزة اقولكم الريحة بتاعتها كانت فظيعة. يعني كنت حاسة ان انا عايزة اكل صينية السمك كلها. صينية السمك دي كل اللي دقها واكل منها قال ما دقناش في جمالها ابدا. ده غير طبعا كمية الخضار اللي موجودة، حاجة كده جوسي ولذيذة، وبصراحة كانت كمية مريحة قوي. معايا هنا سمك بلطي زي ما انتم شايفين. هو الطريقة التركية كانت معمولة بسمك مش بلطي، بس يلا زي بعضه هنمشيها عندنا هنا بلطي. هو كان شبيه البلطي بالنسبة لي. فالمكونات معانا كانت عبارة عن ايه؟ ربع كوباية من عصير الليمون، ربع كوباية من الخل، نص كوباية من الزيت، والبهارات بتاعتنا ملح، كمون، بهارات مشكلة، بابريكا. انا حطيت التاتش بتاعي ايه بقى؟ بهارات مشكلة وبابريكا. هما كانوا حاطين ايه؟ حاطين ملح وحاطين كمون. هنا بقى فصوص من التوم كتير، كتروا فصوص من التوم. وبرضو التاتش بتاعي كان هنا في فصوص التوم، هم عندهم ما كانوش حاطين توم، بس الطريقة عجبتني بصراحة ولذيذة. الخضار اللي معانا هنا بقى ايه؟ بطاطس، بصل، جزر، شطة، فلفل احمر وفلفل اخضر وليمون. البصل بتاعنا هنقطعه حلقات نوعا ما، هو والبطاطس يعني مش سميكة، يدوب وسط كده، لان انتوا عارفين السمك ما بياخدش وقت في السوا، واحنا هنسويه في الفرن، فيعني نحاول نخليه شرايح بسيطة شوية عشان البطاطس تلحق تستوي معانا هي والبصل وبقية الخضار. قطعنا البطاطس تمام، نخش بقى على البصل برضو حلقات صغنونة كده رفيعة، بلاش تقطعوه قطع عشان ما يدوبش في الصينية. وكمان لو في حد مش بيحب البصل زي ولادي كده مثلا، فهيبقوا متضايقين ان اي حاجة تيجي قدامهم، فيستحسن ان احنا نعمله كبير شوية زي الطريقة التركية، وفي نفس الوقت علشان نعرف نشيله للاولاد عشان نتجنب ان هم يتضايقوا من الاكل. الفلفل بتاعنا هنقطعه قطع مكعبات، بس الاول نشيل البذور منه ونشيل الخطوط اللي بتبقى جواه البيضة دي، قطع مربعة كده صغيرة. الصينية دي بقى عز الشتاء، احلى حاجة تاكلوها في الشتاء صواني الاسماك او الخضار او الفراخ اللي معمولة في الفرن يا جماعة. احساس بالدفى رهيب، اي حاجة بتعملوها في الفرن بتدفي البيت، وبتبقى كده يعني احساس باللمة حلو قوي واحنا متجمعين حوالين الاكلة دي. لقيت ولادي داخلين: ماما انت بتعملي ايه في البيت؟ انت بتعملي ايه اكل في ريحة حلوة قوي؟ قلت لهم ده التاتش بتاعي طبعا، وصفة اول مرة تاكلوها. انا اول مرة يعني كنت اعمل سمك بالخضار بالطريقة دي. انا عملته قبل كده بس ما كانش الخضار فيه بالشكل ده يا جماعة، كنت حاطة الخضار جوه السمك. اي نعم انا بحب افتكس، بس افتكاساتي بتطلع حلوة والله العظيم. تابعوني هتلاقوا حاجات كتير قوي تعجبكم. الجزر بقى يعني شرائح صغيرة جدا ورفيعة جدا على قد ما تقدروا، لانه بياخد وقت في السوا زي ما انا قلت لكم. الفلفل برضو نفس النظام، هنقطع مكعبات كده صغيرة. وكده الدنيا تمام قوي معانا. نجيب بقى الشطة برضو ونقطعها قطع صغيرة جدا، والليمونة اللي معانا هنعملها شرايح صغيرة، شرايح رفيعة على قد ما تقدروا عشان هنحطها في السمك من جوه. نيجي بقى للليمونة بتاعتنا، اختاروا ليمونة تكون قلبوزة كده وحلوة عشان نعرف نعمل منها شرايح ليمون كتيرة. كده تمام قوي وفل الفل. يلا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. بقول لكم ان كده كل حاجة جاهزة معانا وعملناها شرايح. نيجي بقى لاصل التتبيلة اللذيذة الجهنمية، اللي هو دايما انا يعني بحط التاتش بتاعي ازاي، هو كده اذا كان عاجبهم بقى.
هنزل بكل الخضار في الصينيه الحلوه بتاعتنا دي. اخترت طبعا اكبر صينيه عندي عشان تتسع لكل كميه الخضار. ههرس هنا بقى فصوص الثوم اللي كانت معانا، مش كلها يعني 3/4 او نصها. الطريقه التركيه زي ما قلت لكم ما كانش عليه توم، بس انا حبيت احط التاتش بتاعي، ما ينفعش سمك من غير توم، ما تخيلتوش انا عمري. قلبنا البهارات وهننزل بيها هنا كده على البطاطس والخضار، وتقليبه تقليبه كده كل حاجه تمتزج ببعضها كويس جدا. ننزل بالزيت كده تمام قوي. لو انتوا عندكم زيت زيتون استخدموه في الوصفه دي هيبقى تحفه، بس للاسف وقتها ما كانش متوفر عندي زيت الزيتون. هنا بقى بقول لكم في بهارات اهيت، كمون وملح وبهارات مشكله، وعندنا الليمون وعندنا الكزبره وعندنا الخل والليمون. فيلا بقى بينا عشان نعمل الخلطه اللي هنحشي بيها السمك من جوه، وفي الفتحات بتاعه السمك من الجنبين هنحشي بيها برضو. حطيت الثوم هنا هرسته على البهارات، وحطيت عصير ليمون، وهدي تقليبه كده جميله. شايفين البابريكا بتدي لون سحري فظيع. وهنزل بحوالي معلقه صغيره كده من الكزبره. انا بحب اقطع كزبره خضره كتير واحطها في طبق اللي فيها بستريتش راب، واحطها في التلاجة بالشكل ده، بتنقذني في ازمات كتيره جدا، ربنا ما يجيب ازمات. ونحط برضو حوالي معلقتين كبار من الزيت هنا. واهم حاجه تظبطوا كميه الملح. نجيب بقى السمك بتاعنا، احنا هنفتحه كله من الجوانب زي ما قلت لكم بالشكل ده كده. انا ما بحبش استخدم السمك الكبير قوي قوي ده، يعني يا صغير يا وسط. هتقولوا لي بس الصغير بيبقى كله سل ومش عارف ايه وكده، لا، هو ده اللي انا بحبه وبستطعم بيه بصراحه يعني. ولو لقيتوني بعمل سمك بولتي كبير فاعرفوا ان انا عاملاه لماما مش ليا انا. هاخد بقى من التتبيله دي واحطه جوه السمكيه. شايفين السمك قلبه نضيف ازاي ومنور ازاي ما شاء الله. ده ليه بقى؟ لان انا عندي فرشه مخصوص للسمك بغسلها بيه، والسمك بتاعي دايما بنقعه في ملح وخل وليمون. ما بيخليش فيه اي زفر ابدا، بنقعه لفتره طويله يعني. ولو انا هحطه في الفريزر برضو اكون منضفاه كويس ونقعاه كويس، واحط شرايح ليمون جوه السمك واحطه في الفريزر. لو واخدين بالكم كل سمكيه بحط فيها التتبيله وبحط جواها ليمون. البهارات بقى والميكس اللي عملناه دوت كده اللي بقى مننا هنحطه على السمك من فوق. طب انتي ما حطيتيش على السمك من الجوانب من الناحيه التانية ليه؟ هقول لكم عشان هو كده كده الخضار معانا متبل كويس، فما تقلقوش هياخد من تتبيله الخضار. ده تكتيك فظيع. نحطها بقى في الفرن درجه حراره 200. تقريبا هتقعد معانا ساعه، ساعه الا ربع، على حسب كميه الخضار وكميه السمك اللي انتوا عاملينها. يا رب دايما تعجبكم. تعالوا بقى ايه نعمل هنا البصل. البصل شويه غريب بس حلو، صدقوني حلو. البهارات بتاعته ملح، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات مشكله، مكعب مرق الدجاج. الخضار اللي معانا بصلايه وفص توم، فص توم بس اتكسر مني وانا بقشر. البصل ده هنقطعه قطع صغيره جدا على قد ما تقدروا، قطع صغيره جدا. مش هتقدروا تقطعوه قطع صغيره يبقى على الكتش ماشيين على طول وفرموه فرمه كده حلوه. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده والله، بس يعني الطريقه دي والوصفه دي لازم اوريها لكم بكل تنتوفه فيها، هي ما تتعوضش. نفسي بقى يبقى ايه بنوتي كده تكبر وتساعدني في المطبخ، بس طبعا بنتعشم وبنحلم بحاجات مش هتحصل. قابلوني لو وقفت ساعدتني في المطبخ بحاجه. يلا بينا على البوتاجاز بقى عشان انا بدات اتعب بصراحه. مش عارفه الكاميرا جابت الحجم الصغير ده ازاي، بس عادي زي بعضه. في حله على النار هننزل بمعلقه من الزيت، وبعدين نحط البصل بتاعنا. وطبعا احنا عاملين ميه بتغلي برضو على النار. هنحط بقى البهارات بتاعتنا بعد ما البصلايه دي بتدبل كده. هنحط الملح، معلقه سكر قصدي، معلش معلقه سكر علشان البصل يتكرمل معانا بسرعه.
ونفضل نقلب فيه ونفضل واخدين بالنا منه كويس جدا عشان ما يتحرقش. شايفين لونه بدأ يغير، كل مرحلة اللون بيغير فيها هبدأ اوريها لكم. ما تخليهوش يحمر زيادة عن اللزوم عشان بيمرر جامد في الاكل. هنا بقى في المرحلة دي نهرس فص الثوم اللي كان معانا، ريحة فص الثوم تطلع نقوم نازلين بالرز على طول والبهارات. ادي البهارات نزلنا بيها وهندي تقليبة كده على السريع. منه لله اللي بوظ التليفون وخلاه يصور بالطول منه لله بصراحة انا متضايقة. نزلت بالرز وهديله تقليبة كده عنيفة قوية، وتكونوا بتقلبوا بسرعة علشان البصل ما يتحرقش منكم اللي هو في ارضية الحلة. وهننزل بقى بالمية المغلية، نقلب ونسيبه لحد ما يتشرب. اول ما يبدأ يغلي معانا بيعمل بابلز كده من الجوانب، نهدي عليه خالص ونغطيه. ده رز مصري عادي جدا مغسول ومتصفي. تعالوا نشوفه بقى بعد ما استوى. ايوه كده، تسلم ايدي اللي عدل الكاميرا شايفين الرز؟ انا جوعت من تاني بصراحة، وتخيلت طعم الخضار كده وانا بحط على الرز وباكل، فظيع. شايفين الجمال؟ الله اكبر، بامانه تسلم ايدي. وادي صينيه الجمال، صينيه السعاده اللي طلعت لنا، تحفه ملهاش حل. ولا حطينا ورق زبده بقى ولا فول ولا كلام من ده. استوت واتاكدنا ان هي استوت، يعني خليناها تاخد 3-4 دقايق كده تحت الشوايه. احساس تاني بامانه، شكلها على الحقيقه تحفه. الكاميرا دي ظلمه، جربوها وادعولي. عايزه اقول لكم طبعا لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تجربوا الطريقه وتقولوا رايكم فيها ايه، وتدعوا لي دعوتين حلوين. انا وامي ست الكل، ربنا يبارك لي فيها ويسعدها في الدارين ويحقق لها كل اللي نفسها فيه، اللهم امين. كومنتات حلوه بقى ولفات كتير كده، وبحبكم كتير جدا. وادي كمان هنقدم مع بعض طبق الرز. هو الطبق ده بامانه يعني كان رايح لحد شم ريحه الاكل فقال انا عايزه ادوق واجرب، فيعني حطيت حاجه كده سريع السريع وراحت لصاحب نصيبها بقى، وما شاء الله عجبتهم وعن جدارة يعني. ومعلقتين من السلطة البلدي بتاعتنا الجميلة دي، معمولة بقى بطماطم وخيار وشطة وكزبرة وليمون وكمون، حاجات كده يعني جميلة وبسيطة. حبيت اجرنش الطبق، وبألف هنا واعملوا صواب كتير.